الفضول يا عزيزي أو حب الاستطلاع ليس مجرد رغبة في المعرفة، بل إنه نار تتوهج في أعماق النفس تدفعنا إلى السؤال، إلى المغامرة، إلى كسر الحواجز. لكن هذه النار لو ما تم ضبطها قد تحرق صاحبها. في الحلقة دي يا عزيزي هحكي لك حكايتين. الحكاية الأولى بتوريك إنه كيف ممكن الفضول أو حب الاستطلاع يغير حياتك إلى الأفضل ويخلينا نكتشف حاجات جديدة. والحكاية الثانية كيف إنه الفضول أو حب الاستطلاع ممكن يغير حياتك إلى الأسوأ ويغطس حجرك. خليك معانا، نحفر في الماضي، نفتح الملفات، نحاول نفهم الحكاية شنو حب الاستطلاع. في 2022 كان فريق من علماء الآثار السودانيين والألمان بيعملوا في منطقة صلب المهم في جنوب دونغولا في قلب النوبة القديمة. المنطقة كانت تبدو مهجورة، ما فيها أي شيء غير الرمال والصخور، لكن الفضول دفعهم إلى استخدام تقنيات تصوير أرضي متقدمة زي الرادار المكتشف للتربة. وبعد أيام من المس ظهرت مفاجأة مذهلة، اكتشفوا شبكة من المباني، شوارع ومعابد، يعني مدينة كاملة مدفونة تحت الرمال تعود إلى القرن الرابع الميلادي، وكانت مركزا تجاريا نابض بالحياة. لم يكن هنالك أي دليل سطحي على وجوده، ولكن الفضول العلمي وداهم إلى هذا الاكتشاف الغير فهمنا لتاريخ النوبة القديمة. فضول هؤلاء العلماء لم يفتح بابا فقط، بل أزاح الستار عن مدينة صامتة منذ أكثر من 1500 عام. أما الحكاية الثانية يا عزيزي هي حكاية إليس سلام. في عام 2013 نزلت إليس سلام وهي فتاة كندية في فندق بمدينة لوس أنجلوس. الفندق كان تاريخه معروف ومليان بالظلام وجرائم وانتحارات وأحداث غريبة، لكن الفضول دفع إليسا إلى دخول الفندق وبقت بتتجول فيه، ودخلت كل الطوابق المهجورة والمناطق الممنوعة، ولكن اختفت. وكان آخر ظهور لها في فيديو من كاميرا المصعد أو الأسانسير تظهر فيه بتعمل تصرفات غريبة زي كأنها يعني تهرب من حاجة مخيفة غير مرئية أو ما بتتشاف. وبعد بحث طويل لقوا جثتها داخل خزان موية فوق سطح الفندق في مكان صعب إنك تصل له. القضية أثارت جدلا عالميا وبقت لغزا لحد الآن ما عارفين يحلوها. إنه الزولة دي ماتت كيف، طلعت كيف، الحصل شنو، ما معروف لحد الآن من 2013. بين الحكايتين يا عزيزي لازم يكون في ميزان بين الاستكشاف والتهلكة. يعني الفضول هو اللي بيخلينا بشر، وهو اللي بيدفعنا عشان نعاين للنجوم، وهو اللي بيخلينا نغوص في أعماق البحار ونفكك أسرار الحياة. لكن لما تمارس الفضول بدون وعي هنا قد يتحول إلى لعنة قد تغطس حياتك وتغير حياتك إلى الأسوأ وإلى الأبد، زي ما حصل مع صاحبتنا إليسا. فاسأل وابحث وما تنسى إنه في أبواب لو فتحتها قد ما تكفي للأبد، يمكن ما تكفي العديد. طيب يا عزيزي عشان انا ابسط لك الفكره اللي انا داير اوصلها لك، حب الاستطلاع والشمعرات او الفضول او الشلاقه. يعني انت مثلا يا عزيزي ما اي حدث او اي حاجه تحصل انت تقوم جاري لها طوالي، ما تجر، اقعد استكين، فكر انت عايز تمشي تعمل شنو. المفروض ما تخلي الفضول بتاعك ده يسوقك ساي. قد يحصل او قد تحصل حاجه انت تغير حياتك وتغطس حياتك زي لسه. وبرضه لو قعدت وفكرت بوعي قد تكتشف لنا حاجات جديده. السلاح نقدر نعمل بها حاجه، المهم اي حاجه تكتشفها. انما انت قاعد في بيتكم او في الشارع في المواصلات اي جوطه حادثه حصلت الناس كلها ملمومه جاي، ده كله حب استطلاع وده فضول. عرفت انا اقدر اوصل لك شنو؟ ما تجر ساي. في ناس الشغاله شنو موضوع بياكلوا الشمار بيحرقوا، بس شفت بقعد بباري بس اي حاجه حصلت تك بيجي حبيبي قد تكون قنبله تفجر في وشك. طيب عشان انا ابسط لك الفكره باخر قصه، احمد شاب قاعد مع امه واخوانه في البيت بيشربوا في قهوه بيتونسوا بيضحكوا بس ماتوا ما شاء الله والجو هادي. فجاه كده احمد سمع صوت طلقه في الشارع برا، يعني حاول يجري لكن امه حاولت تقنعه انه ما يطلع برا. يا احمد يا ولدي الحاجات دي موضوع ما بيخصك ما تتدخل فيه، الفضول ما يسوق ساي. قال لا لما لازم امشي اشوف الحاصل. الشمار ما حرقوا، الشغله صعبه طبعا، الفضول ده انت لو ما بغطس حيرك. المهم احمد ما سمع كلام امه او امه ما قدرت تقنعه انه يقعد. احمد فتح الباب وطلع برا، والكارثه الكبرى لقى 3 دعامه واقفين مسلحين ملثمين كاتلين لهم واحد
مسكين في الارض. المهم شافهم شغله كتمت. هنا ما في حل اللي يقتله، لازم احمد ده يموت. عشان شنو؟ وبقى الشاهد الوحيد، عشان الدعامه او الجماعه المجرمين دول يداروا عن الجريمه بتاعتهم، لازم يقتلوا احمد. طبعا للاسف قتلوا احمد. هنا السؤال، غلطان احمد الشمال اللي حرق وطلع برا، ولا غلطانين المجرمين؟ ده سؤال مفتوح طبعا، ده سؤال مفتوح. لا ما تقول لي جريمه، لا انا بتكلم عنك انت. احمد لو سمع كلام امه وقعد في البيت ما كان ده حصل. فالفكره كلها الفضول حاجه كويسه وحاجه حلوه والشمارات حلوه، لكن لازم تفكر قبل ما تتشمر. بالبساطه كل افلام الرعب قايمه على شنو؟ عربيه ماشيه لقوا بيت ما اعرف خشوا فيه، شلاقه منه ما تهبش، حاجه ما بتخصك ما تهبشها، موضوع ما بخصك ما تلمسه، فكر وامشي. انا لقيت حاجه لازم دينار، مو سبحان الله البني ادم ده لو قلت له دينار ما حيصدق الا يلبسها تتشه. عشان كده عزيزي يا عزيزي، فكر قبل ما تنفذ، فكر قبل ما تتحرك. انت ممكن برضه تعمل نفس الحياه دي وتفكر وتقعد تمشي تحصل كارثه. انت قاعد عملت اللي عليك. انما شغل الافلام الباب يا اخي باب خلاص، شفت دخان طالع من هناك مالي ماله، انا طالما ما بخصني ما جاي في حاجه انا بيأذيني ما عندي شغله. ده اول حاجه لازم انت شغل راسك ده يا حبيبنا. المهم الفكره وصلت، حب الاستطلاع والفضول الزايد والفضول ما يسيطر عليك، فضول حياه ظابطه. لكن يا عزيزي ما تخلي الفضول يسيطر عليك، لانه لو سيطر عليك ممكن يغطس حجرك. والله وانا جد محتاج لك وناس كثيره محتاجه لك، عشان كده خلي بالك من نفسك وربنا يديكم الصحه والعافيه. في النهايه فلتعيش الجمهوريه بسلام، فليش السودان بسلام، والسلام عليكم ورحمه الله. خلي فضولك عالي، امشي شوف باقي شنو باقي الحلقات.